لو كنتم زيي بتحبوا جدا الفول المدمس وبتخافوا جدا تشتروه من المحلات اللي بتضيف له الوان غير صحيه وبتضيف له ماده الإيديتا الخطيره جدا على صحه الانسان، يبقى اكيد وصفتنا النهارده الفول المنزلي اللي زي الزبده واللي لونه جميل جدا هتعجبكم. لو اول مره تشوفوني انا الدكتوره سهى، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير. انا عندي 2.5 كوباية من الفول البلدي، هحطهم في الدماسه بتاعتي وانزل عليهم بميه مغليه واغطي عليهم واسيبهم لمده 3 ل 4 ساعات منقوعين، وبعدين اغسل الفول كويس جدا واغسل الدماسه وارجع الفول بتاعي للدماسه تاني بالشكل ده، واضيف عليه ميه مغليه تغطي الفول بتاعي واغطي عليه وارفعه على نار عالية في الأول لحد ما يغلي، أهدي عليه النار. بعد ساعة من غليان الفول هضيف عليه ليمونة معصورة ونص معلقة من الكركم ومعلقة كبيرة من الكمون وأقلبهم كويس قوي. الإضافات دي كلها بتغنينا عن إننا نستخدم الحاجات اللي بيستخدموها في المحلات. هضرب طماطمايه في الكبة وهغسل الكبة بشوية مية وأنزل عليهم بمعلقتين من الدقيق واقلبهم حلو قوي، وبعدين انزل بالطماطمايه اللي انا ضربتها في الكبه او معجون الطماطم واقلب كويس قوي، وفي الاخر هنزل بمعلقه كبيره من الصلصه واقلب حلو قوي واسيبه على النار لحد ما يبقى زي البشاميل. انزل بيه على الفول بتاعي اللي انا حطيت له الكمون والليمون والكركم واقلب حلو قوي وارفعه تاني على النار. بياخد حوالي 4 إلى 5 ساعات عشان يطلع لنا بالشكل التحفة واللون الحلو ده، واللي يعتبر فول صحي تماما بعيد عن أي مواد ضارة بيضيفوها المحلات. أنا مش قادرة أقول لكم هو طعمه حلو قد إيه وزي الزبدة ولونه حلو قد إيه. أتمنى لو عجبتكم وصفة الفول تدميس الفول المنزلي إنكم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها تستاهل تتعمل وصحية جدا وبالهنا.